السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بالصحه والسلامه. كنبغي نقول لكم راني توحشتكم بزاف، توحشتكم كاملين. كنتاسف على هذا الغياب هذا لظروف صحيه. دابا الحمد لله وليت بخير وعلى خير، وهاني رجعت لكم ان شاء الله بالجديد. واليوم جيت نشارك معكم هذا الطبق ديال السمك، صراحه اللي رائع بواحد التتبيله خطيره خطيره خطيره، ورافقته مع بطاطا مشويه. ومن طبيعه الحال ملي كنقولوا السمك فاكيد اكيد اكيد كيكون معاه الرز. وانا هنايا درت واحد الطريقه مصريه اللي هو الرز الصياديه، صراحه كيجي غزال وما يخصناش الخبز ديال الدار، ضروري من الخبيزات هكذا ديال الدار. خليكم معايا باش تعرفوا الطريقه ديال السمك. اول حاجه غادي نبدا بها وهي الشرموله. هنايا كيف كتشوفوا عندي فلفله صفراء وفلفله خضراء، بصله عاديه، وواحد جوج بصلات خضريين، ومطيشه مقطعه طريفات. وفي التوابل عندي الملح على حسب الذوق، البزار، معلقه صغيره ديال الكمون والتحميره والسكين وعفوا والقزبر. هنايا في واحد الخلاط غادي نقطع الفلفله هكذا باش نطحنهم. هو لا كانت فلفله حمراء فاحسن حاجه، انا للاسف ما توفرتش عندي فدرت غير خضراء وصفراء، حتى هما كيجيو زوينين. يعني غير هي الحمراء سبحان الله فيها واحد المذاق مختلف على باقي الفلفلات الاخرين. صافي غادي نقطع البصله كيف كتشوفوا معايا هكذا، كنقطعوهم كبار لان غادي نضربوهم في الخلاط. والبصله خضريه من طبيعه الحال يعني راكم عارفين المذاق ديالها كيفاش كيكون هكذا في هاد لي صوص هادو، صراحه كتجي رائع بزاف وكتجي بنينه. واخر حاجه غادي نضيفها وهي واحد الفص ديال الثوم كيف كتشوفوا معايا، غير واحد صافي. وغادي نطحنهم في الخلاط حتى كيتضربوا مزيان. هنايا في الكاسرونه من بعد ما طحنت الخضره اللي عندي اولا الفلفله مع البصله، هنايا درت فيها شويه ديال الزيت، وغادي نحط فيها الخليط اللي طحنا كيف كتشوفوا معايا. خاصو يكون على هذا الشكل هذا. هو الا خليتوه شويه مثلا الحبيبات ديالو باينين اولا شويه غلط ما كاين حتى شي مشكل، ولكن غير ما تطحنوش بزاف حتى يولي داير مطحون بزاف. نو صافي هنايا فوق البوطه كنشحروا حتى هكا ديك البصله والفلفله كتنشف من الماء ديالها. عاده باش غادي نضيف ليها مطيشه، كنديروا غير حبه ديال مطيشه وحده مقطعه هكذا محيده لها الزريعه والقشره. صراحه هاد الصوص هذا كيجي خطير بزاف، غادي نجربوا معكم بزاف ديال الوصفات. راه ما اش نقول لكم، راه واخا نبقى نعاود لكم عليه ما غاديش نوصف لكم الطعم ديالو كيفاش داير اولا كيفاش البنه ديالته كيفاش كتكون ملي كنضيفوه مع مثلا مع الدجاج اولا اللحم ولا لي ساندويتش ولا شنو، ولا غير بوحديته. صافي هنا غادي نغطيها نخليها حتى كطيب حتى كتنشف مزيان. هنا غادي ندوزو البطاطا المشويه. صراحه بطاطا كتبقى نقول لكم ما الوصفات بالبطاطا ما كيتعدوا ما كيتحصاو، ما شاء الله فيها نقدو نديرو منها بزاف 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 د الحوايج. كناخذ هنايا بطاطا الحجم ديالها متوسط وكنبدا نقطعها كيف كتشوفوا معايا غير شويه، يعني ما كنوصلش الموس حتى لتحت. يعني انا ما الغرضيش بها اني نقطعها كامله كيف كتشوفوا، يعني غير كنفلحها، ولكن في نفس الوقت راني مغرقه يعني كنقطعها حتى من الداخل. غادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش خاصها تكون هكذا. يعني هكذا نبعدوا شويه على انواع البطاطا المقليه والوصفات الاخرين، خاصنا نحصلوا على البطاطا على هذا الشكل هكذا، يعني مقطعه دوائر ولكن في نفس الوقت راه شاده في راسها. وغادي نبقى نكملها هكذا حتى نكمل العدد البطاطا اللي عندي. انا هنا غادي نديرها في الشوايه ديال الضو اولا في القلايه ديال البخار. هنا عندي زيت العود، غادي ندير عليه بودره ديال الثوم، وغادي ندير عليه البزار، ومن طبيعه الحال غادي ندير الملح. واخر حاجه وهو باش غادي نستعمل لنا هاد البطاطا هذا هو الزعتر. اللي بغى يدير الزعتر اولا يدير اليازير ولا يدير الحبق، كل واحد وهو حر في المنسمات اللي كيبغي. يعني هادو كيعطينا غير طعم زوين، وسيرتو الزعتر كيتواتى بزاف مع بطاطا. اللي ما عندوش هاد شويه من طبيعه الحال فاكيد كاين الفران، يعني غادي ديروها في الفران. غادي نبقى ندهن البطاطا بهذاك الخليط وندير حتى من الوسط،
ولكن ما غاديش نبقى ندير بالوحده لان هي اصلا بطاطا قد ما هي كطيب وهما كيتحلوا معايا هذوك الفتحات، فغادي نبقى ندهنها وهي كطيب. فهمتي؟ يعني من الاول ماشي تبقاو مصدعين مع راسكم، خاصكم ضروري تدخلوا فيها التتبيله. يكفي انكم ديروا ليها التتبيله من الفوق، واللي كيبغي الحار اكيد من طبيعه الحال غادي يدير الحار، صراحه كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للفران كندخلوها على 200 لمده 25 دقيقه. وهنايا غادي نوجد الشرموله ديال الحوت. شوفوا معايا هذاك لاصوص من بعد ما طاب ديال الفلفله جا واعر خطير. ضفت عليه المعدنوس مع السكينجبير والبزار، الملحه والتحميره والكمون، ومن طبيعه الحال الثومه. راه العطريه ديال الحوت عارفين. هنايا خديت هذا النوع هذا ديال الحوت اللي هنايا سميتو اوراتا، اما في المغرب صراحه ما عارفاش الاسم ديالو اشنو كيقولوا ليه. هنايا غادي راكم عارفين يعني الحوت كيبغي الثومه وكيبغي العطريه بالزيت، فداكشي علاش انا ضفت ليه العطريه. وكيف قلت لكم هاد الشرموله هذه راه كتجي لذيذه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش على البال والله العظيم. وكترافق بزاف ديال الاطباق، منهم المشاوي، منهم الحوت، منهم الدجاج، منهم لي ساندويتش. كيف قلت لكم ان شاء الله نجرب لكم بينها بزاف ديال الاطباق. صافي هنايا كلشي غادي نخلطو مع بعضياتو، وهتكون هذه هي التتبيله ديال السمك اللي عندنا. كيجي سمك خفيف وناشف وما فيه لا ليدام ما مقلي ما حتى شي حاجه، من غير طبعا ان هذه التتبيله هذه غادي تعطيه واحد المذاق خيالي والله العظيم، حتى جا واعر 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 زعما ما نعاودش لكم عليه كيفاش كان. صافي غادي ندخل هذا التشرميله هذه مزيان في الحوت من هذوك الفتيحات اللي درت ليه، وحتى في الراس كديروا التتبيله وكتخليوه هكذا. الا عندكم الوقت راه كتخليوه في الثلاجه او لا برا دابا مع الحال بارد، كتخليوه ساعه ساعتين على حساب الوقت اللي عندكم. واللي ما عندوش الوقت راه كيتبلها وكيدخلوا الفران، هي اصلا الجديده ما محتاجاش. هنايا كيف كتشوفوا معايا تبلت كاع السمك اللي عندي، وغادي من طبيعه الحال نديرو في الفران. هنايا خديت لاطه فرشت لها العواد ديال المعدنوس، يعني العواد ديال المعدنوس كيعطيو مذاق زوين للسمك. وغادي نفرش نحط الحوت اللي عندي اولا السمك اللي عندنا، يعني كل واحد من طبيعه الحال راه كيدير على حسب القياس ديالو. وهاد الشرموله راه كتمشي مع جميع انواع السمك، يعني من السرديل حتى ما عرفت اشنو، لانها لذيذه. وراكم عارفين الفلفله راه كتواتى بزاف مع الاسماك. وهذيك الشرموله اللي بقات ليا فانا كنضيفها من الفوق ديال السمكات اللي عندي، كنحطها هكذا على هذا الشكل هذا. يعني كيف كتشوفوا معايا انا راه ما دايره لا ليدام لا حتى شي حاجه، يعني غادي نكتفي غير بهذاك الزيت اللي طابت فيه الشرموله. وغادي نضيف في الاخر 2 معالق ديال زيت العود فقط. يعني صافي هذا هو اللي غادي يكون عندي في مثلا في الليدام ديال هذا السمك هذا. داكشي علاش قلت لكم راه غادي يجي خفيف بزاف واللحم كيجي فتي. هاد الشرموله هذه خلات اللحم ديال السمك يبقى طري، يبقى فتي، ما يكونش قاصح ما حتى شي حاجه. غادي هنايا نحط عليه طرونشات ديال الحامض. من طبيعه الحال كنقولوا السمك يا اما يعني ضروري معاه فلفله حاره والحامض. صافي هنايا غادي نرش عليه كيف قلت لكم 2 معالق ديال زيت العود. هذا اختياري، اللي بغى اللي ما بغاش ماشي مشكل. صافي وغادي نغطيه بورق الفرن وندخلو الفران حتى كيطيب. انا هنايا خدا معايا تقريبا واحد نص ساعه ديال الوقت. صافي وهنايا غادي نرجعوا البطاطا. كيف كتشوفوا معايا بطاطا من بعد يعني في النص ديال الطياب ديالها، كنبقى نحل عليها وندهنها هكذا بالزيت مع هذيك التوابل. اصلا راه هو الزيت ملي كيهبط عليها وهو عامر يعني بالتوابل اللي درت، فراه كيوصلهم حتى لداخل. وهنايا كنعاود نرجعها كطيب صافي حتى كتحمر. وبهكذا كيكون الطبق ديال البطاطا ديالنا واجد وجاهز ان احنا ناكلو. كان هذا هو الشكل ديال السمك من بعد ما خرج معايا من الفران. شوفوا معايا كيفاش داير، يا سلام يا سلام. زائد الرز الصياديه شي حاجه خطيره. وهنايا كانت البطاطا ديالتنا المشويه صراحه حتى هي جات روعه، زعما خفيفه ما فيها لا ليدام لا حتى شي حاجه. واهم حاجه وهو السمك، لانه كان
والله العظيم حتى كان لذيذ بزاف وكان زوين ويعجب الوليدات. وهذه فكره او لا اختلاف اخر على باقي التتبيلات لانواع السمك. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. كنبغي نشكركم بزاف. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي. مع السلامه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.